اليوم بدنا نعمل وصفة الخليط النحل بأسهل طريقة وأقل تكلفة بسر المعامل. لايك وتفضلوا معنا. السلام عليكم، معكم شيف لؤي. اليوم بدنا نعمل وصفة خليط النحل إن شاء الله. مكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة بكل بيت. عندنا هون كاسة سكر، هي القطر. عندنا هون نص كيلو طحين ما يعادل 4 كاسات، نص كاسة سكر يعني ما يعادل تقريبا 100 جرام سكر، وسمسم حسب الطلب. عندنا معلقتين اكل كبيره من السمنه، وعندنا خميره فوري. لكل نص كيلو بده باكو خميره من هاد فيه 11 جرام مثل ما انتم شايفين، 11 جرام خميره. وبيضه اي وعاء غميق مشان نعمل الخلطه فيها. اول شيء بنحط الطحين، نحط السكر، نحط الخميره مثل ما انتم شايفين. نحط معنا بيضه واحده، بنحسن نحط بيضتين ونحسن نحط بيضه واحده حسب اي بوفر عنا. حطينا الاربع كاسات دقيق ونص كاس سكر وباكو الخميره وبيضه وهي السمنه. يكون هيك موادنا كلها جاهزه. طبعا ما اضفنا كل المكونات بدنا نخلط. بنحط مي مثل ما تكونوا شايفين، كاس مي، ونبلش نخلط شوي شوي. بعد ما هلا حطينا كاس المي بنشوف اللزوجه تبعتها. اذا ما بدها مي ما بدها، حسب انت بقى هون الملمس تبعها. هي ما بدها مي. اذا بدها في جنبنا نحن كاس مي ثاني بنحط اللي بدنا اياه، بس شيء يكون مناسب للخليط تبعنا. وهون المي اذا كترت معنا يا جماعه بنحاول نحط لنا هيك رشه طحين عليها ندعكها لنشوف القوام تبعها. بس صار القوام تبعها مضبوط يكون صار معنا عجين مضبوط. شفنا قوامه صار كويس مثل ما احنا شايفين. نغطيه بس لمده ثلث ساعه. هنا مرحله القطر، بنحط تقريبا كاس مي على كاسة سكر مضبوط مع بعض، بس مشان ما يحرق السكر. هون هي فضل هي السكر بس. بعد ما غلى على القطر بنحط له رشة مثل الليمون مثل ما شايفين، رشة بسيطة نضغط عليها ونطفي على النار ونقلبها على ما يبرد بس. وهون بعد ما اختمرت العجينة عفناها تقريبا نص ساعة. شوفوا شلون اختمرت مظبوط ما شاء الله. وندهن الصينية بالزيت، ندهنها بشكل كويس مشان ما يلزق معنا العجين. بدهن ايدي مشان ما يلزق كمان بايدي بالزيت. وهون نبدأ نشكل كل قطعة اخت التانية. ايوه، بنساوي 11 قطعة على الداير و6 بالنص وواحدة بوسط الصينية. شوفوا القطع كل واحدة اخت التانية. بعد ما نقطع القطع نبلش بقى هون نبلش بقى نشكلهم. هون بندورهم بنحطهم بالسمسم وبنرصهم بالصينية بشكل حلو. نحاول ما نلزقهم بعض مشان بعد ما يختمروا ممكن ان على الخمير بلزقوا في بعض. ما بصير نلزقهم في بعض، نعيف مسافة بين وحدة والتانية هيك لبين ما نشكلهم كلهم. نحن هون بنحسن نحط سمسم وحبة بركة. انا حطيت بس سمسم. وهون بحط بحط لهم مي مشان ألزق أرش حبة البركة تلزق. شي بسيط هون حسب الطلب. طبعا حبة البركة بتعطيها جمالية وطعم أطيب. هون هلا بغطي الصينية مشان أخمرها، ضعيفة كمان تقريبا شي ربع ساعة حسب حرارة المكان اللي عندك. هون شوف شلون اختمرت بسم الله ما شاء الله. يكون فرننا حامي على من 180 لل 200. ندخلها على الفرن ومنعيفها ربع ساعة ومنطلع عليها. هي بتاخد خبيز من ربع ساعة لثلث ساعة حسب الفرن اللي عنا. شوفوا بعد ما طلعت شكلها بيجنن بسم الله ما شاء الله، شكلها بيجنن. وبنعطيها هون القطر اللي هو العسل حسب الطلب. بحبها حلوة يكتر قطر، اللي بحبها دلعة يدهن دهن بس هيك مشان تعطيها لمعة وجمالية. وبنشوف هون شلون الاسفنج معنا طلع بسم الله ما شاء الله. طريقة سهلة وبسيطة جدا، ممكن اي حدا في البيت يساويها.
يا سلام، أسهل طريقة لعمل الخلية في البيت. بسم الله ما شاء الله، طعمه بجنن. شوف 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 شوف، اسفنج. بسم الله ما شاء الله. هون بكون خلصنا من الخلية، ونشوفكم بحلقة جديدة إن شاء الله.